السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا الجمال والحلاوة، الجو بقى ابتدى اللي هو يبقى حر. عايزين حاجات بقى ايه ترطب على قلبنا كده، حاجة كده فعلا جميلة وسهلة ومش مكلفة، والطعم في منتهى الجمال. بصوا الجمال، بصوا الروعة، تحفة جدا. طبقات، 3 طبقات، لا مش 3 طبقات، هنقول 4 طبقات. عشان ايه؟ الجيلي برضو يعتبر ايه، طبقة على الوش كده، مدية طعم برضو ولون تحفة جدا. بصوا الجمال، اللهم بارك. تعالوا بقى نخش على المقادير. مقاديرها سهلة جدا وبسيطة، في 4 دقايق بس هتعمليها. هنجيب اي نوع بسكوت سادة. انا جبت كيسين من البسكوت الجميل ده، طعمه حلو. هنجيب بقى الكبة ونفضي البسكوت ونضربه ايه ضربة ايه حلوة كده لحد ما يبقى ناعم زي ما انتوا شايفين كده، ما يبقاش فيه حبيبات. ربع كوباية سمنة او زبدة، هو المفروض بزبدة بس انا ما كانش عندي زبدة. السمنة ايه قضت الغرض. تمام، هنقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. واي حاجة بقى اللي هتعملي فيها، انا فردتهم في البايركس زي ما انتوا شايفين، سويتهم كده زي ما انتوا شايفين عشان ايه ما يبقاش فيه حتة طالعة وحتة نازلة. بصوا الجمال. دي اول طبقة. عندي كاستر، نص كيلو لبن، حطيت عليه معلقتين كاستر كبار، وحطيت سكر، وحطيت فانيليا. قلبتهم على البارد، وبعد كده شغلت النار عليهم مع استمرار التقليب زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما القوام يتقل معايا ويبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. دي هتبقى الطبقة التانية. هنفردها على طبقة البسكوت زي ما انتوا شايفين. وهدي هتبقى تاني طبقة. معايا قطع مانجا بقى ايه روعة الروعة. بصوا الجمال، اللهم بارك. هنفرد المانجا كده ماشي. بصي، تحفة وسهلة، لو اول مرة تعمليها هتنجح معاكي. اخر طبقة بقى الجيلي. جبت كيس جيلي مانجا برضو، وحطيت كوباية مية سخنة، وهدوب الجيلي فيها. وبعد كده هحط نص كوباية مية ساقعة او مية من الحنفية. هو المفروض كوباية بس انا عايزاه تقيل، مش عايزاه يبقى خفيف. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت المية الباردة عليه وقلبت لحد ما داب خالص معايا. ده هيدي للوصفة طعم حكاية. هنحطه زي ما انتوا شايفين بقى ايه على اخر طبقة اللي هي المانجا دي، وندخله بقى ايه في الفريزر قد 4 5 6 ساعات كده براحتك يعني، لحد ما الجيلي يجمد كده من على الوش. تمام. بص الجمال، طعمها اقسم بالله حكاية. عجبت اولادي وجوزي او عجبتني انا شخصيا. بصي الحلاوة دي بقى بعد ما قعدت، بصي روعة. الكاستر مع البسكوت مع المانجا مع الجيلي بيوديكي في حتة تانية خالص. جربوه بجد، الوصفة دي هتعجبكم جدا، وسهلة ومش مكلفة. بص الجمال، بص الحلاوة. ممكن بقى الفاكهة تشكلي انتي مش حابة المانجا او مش عندك، اعملي بموز وبجيلي فراولة. اعملي يعني الفاكهة اللي تعملي بيها هاتي نوع الجيلي زيها. اللي هياخد حتة الصراحة يعني، بصي هيقولك اديني حتتين 3 كمان. جربوها وان شاء الله تعجبكم. سلام عليكم.